لو دورنا في تاريخ مصر على حاكم مجنون وغريب الأطوار زي الحاكم بأمر الله مش هنلاقي. تخيل إن في حاكم يصحى الصبح ويحرم أكل الملوخية والجرجير، وهنعرف ليه قدام شوية، ومنع الستات إنهم يخرجوا من البيوت إطلاقا، وادعى إنه مش بشر وإنه إله نازل من السماء. ومش كده وبس، ده كمان اختفى فجأة، ومن ساعتها محدش شافه ولا لقى جثته. النهارده هنتكلم عن أغرب حاكم في تاريخ الدولة الفاطمية، الحاكم بأمر الله. يلا نغوص في حكاية أغرب من الخيال، لكن كل سطر فيها حقيقي. اتولد الحاكم بأمر الله سنة 985 ميلادية وسط أجواء من الدهاء والدسائس السياسية. لما مات أبوه العزيز بالله لقى نفسه وهو 11 سنة على رأس واحدة من أقوى الدول في العالم الإسلامي، لكن في الخفاء اللي كانت بتحكم فعليا هي أخته الكبيرة ست الملك. والست ديت كانت من أذكى وأمكر الشخصيات في التاريخ، وقدرت إنها تسيطر على الدولة من ورا الستار، وأمنت عرش أخوها الصغير. بس الزمن دار والعلاقة ما بينهم اتوترت جدا، وبدأ الحاكم بأمر الله يبعد رجالها واحد ورا التاني عن الحكم. ومع استقرار الحكم في إيده بدأ ياخد سلسلة من القرارات الغريبة اللي لحد النهاردة الناس محتارة فيها. فالحاكم بأمر الله أمر بتحريم أكل وطبخ الملوخية، وده بحجة إن معاوية بن أبي سفيان كان بيحب الملوخية، وحرم برضو أكل الجرجير حجة إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتحب الجرجير. ومعظم الحاجات اللي الصحابة كانوا بيعملوها منعها وحرمها، ومنع النساء إنهم يخرجوا من البيوت حتى لو رايحين مستشفى أو جنازة. وأمر بوقف صناعة الأحذية النسائية لأنه كان شايف إن ما فيه السبب إنهم يخرجوا من البيوت أصلا. منع الناس يولعوا الشموع بالليل، وقال لهم لازم تمشوا في الضلمة. كان ليه القرار ده حقيقي أنا مش عارف ولا حد عارف. واحيانا كانت العقوبات اللي بياخدها قاسيه جدا، لدرجه ان لو واحد سرق تفاحه بس كان بيقطع ايده. ناس كانت شايفه انه مجنون، وناس تانية كانت شايفه انه بيفرض نظام صارم، وانه كان سابق عصره في محاوله منه لضبط المجتمع باسلوب شديد وغريب. الحاكم بامر الله كان بيتبع المذهب الشيعي الاسماعيلي، وده كان الاساس العقائدي للدوله الفاطميه. وكلنا عارفين ان كان بين الدوله الفاطميه والدوله العباسيه مصانع الحداد، لان العباسيين كانوا شايفين ان الفاطميين خارجين عن الدين الصحيح، وكانوا بيدعوا عليهم من فوق منابر الجوامع. في المقابل الفاطميين حاولوا يوسعوا نفوذهم ويدخلوا الشام والحجاز واليمن وينشروا المذهب الشيعي. يعني باختصار الحاكم بأمر الله ما كانش بس بيحكم، ده كان بيخوض حرب عقائدية وسياسية مع أكبر قوة سياسية وإسلامية في الوقت ده. نسيبنا بقى من الخلافات السياسية والكلام ده كله ونرجع لأغرب فترة من حياة الحاكم بأمر الله. في فترة من فترات حياته بدأ الحاكم بأمر الله يلمح إنه مش مجرد بشر، إنه إله متجسد. كانت فيه ناس بتدعي لعبادته، وكانوا بيقولوا إن الحاكم بأمر الله هو الحي الذي لا يموت والعياذ بالله. والدعوة ديت اتسببت في فوضى كبيرة جدا في القاهرة، ناس كتير خرجوا ضده، لدرجة إن لحد النهاردة في طائفة من الطوائف عندها اعتقاد إن الحاكم بأمر الله هيرجع تاني في آخر الزمان كمهدي منتظر. 25 سنة من الحكم المستبد، والشعب بيعاني من القرارات الغريبة اللي كل يوم بيطلع بيها الحاكم بأمر الله، لدرجة إن حتى الصحابة ما سلموش من أذاه، وأمر بكتابة عبارات تسيء للصحابة رضوان الله عليهم على الجوامع. حتى المسيحيين واليهود اللي كانوا عايشين في الوقت ده معاه ما سابهمش في حالهم. لكن خلينا نقول إن كان في البداية متسامح معاهم، لكن فجأة كده طلع بقرارات غريبة، وأمر بحتم كنيسة القيامة. وديت كانت واحدة من أخطر قراراته، لأن كانت الكنيسة ديت مقدسة عند المسيحيين في العالم كله، وفرض علامات تمييز للمسيحيين واليهود عن المسلمين. يعني كان لازم ان المسيحي يلبس صليب خشبي كبير علشان يتعرف. اغلق الكنائس والمعابد وفرض عليهم قيود حتى في ممارسة شعائرهم، وده بيخلي بعض الباحثين بيقولوا انه كان بيتميز بحالات مزاجية متغيرة، او كان بيغير رأيه حسب الوضع السياسي. وفي سنة 1021 ميلادية قرر الحاكم انه يخرج ويتمشى في جبل المقطم، وده كان شيء بيحبه ومعتاد عليه دايما. بس المرة دي راح وما رجعش، واختفى فجأة، لا جثة ولا شهود ولا حتى تفسير لاختفائه. في روايات كتير طلعت وقالت ان ابنه هو اللي قتله علشان يستلم الحكم، وفي ناس قالت انه دخل في عزلة صوفية، بس اتباعه قالوا لا ده ما ماتش، ده غاب وهيرجع في اخر الزمان. ولحد النهارده ما حدش كان عارف
ايه سبب اختفائه. وبس كده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو ولايك.